مفاجأة مدوية في مستقبل نيمار مع الهلال. الدويش يفتح النار على منتقدي الهلال بعد الخسارة أمام الاتحاد بعد إصابة ميترو وسالم. خيسوس يستدعي مهاجم عمره 19 عاما. عاجل. نيمار يضرب إدارة الهلال بإعلان صريح. أزمة التسجيل تخرج عن السيطرة. تسجيل نيمار لمدة 5 مباريات فقط. اقتراح هلالي لإنقاذ الموسم. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة منبر الهلال. فضلا منكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الاشتراك وترك آرائكم في صندوق التعليقات. والآن إلى تفاصيل النشرة. كشفت صحيفة ماركا العالمية موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في استمراره مع الفريق. وينتهي عقد نيمار مع الهلال في يونيو المقبل، وهناك حديث كثير عن مستقبله مع الفريق بالرحيل أو التجديد مع الزعيم. موقف نيمار مع الهلال. أكد خوسيه فيليكس دياز صحفي جريدة ماركا العالمية في تصريحات لقناة الشرق أنه يتوقع رحيل نيمار عن الهلال في الصيف المقبل. وأضاف: نيمار سيرحل عن الهلال في الصيف، ولكنني لا أعلم من سيعوضه، وأسمع العديد من الأسماء الكبرى مثل رافينيا وصلاح. وكان نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادم من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد مع الزعيم لمدة عامين. أثار الناقد الرياضي محمد الدويش الجدل في الشارع الرياضي حول مهاجمي الهلال ومنتقديه. وكان الهلال خسر أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وشهدت الساحة الرياضية عقب خسارة الهلال العديد من الانتقادات بعد توديع الزعيم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. الدويش عن منتقدي الهلال. وكتب الدويش عبر حسابه بمنصة إكس قائلا: المهلهلون آخر همهم الهلال، تسلقوه حتى صعدوا ووصلوا لولاه ما حصلوا على منصب رياضي أو إعلامي، ولما أصبحوا مذيعين مشهورين ومحللين وضيوفا دائمين ومعلقين، حقيقة أكثر من يدركها الهلاليون. ويستعد الهلال لمواجهة العروبة السبت المقبل في إطار منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن للمحترفين. يستعد نادي الهلال لمواجهة خصمه العروبة في الجولة 14 من مسابقة دوري روشن لكرة القدم. الهلال يستدعي لاعبا شابا لتعويض الإصابات، واستدعى المدير الفني خورخي خيسوس مدرب نادي الهلال اللاعب تركي الغميل صاحب 19 عاما للمواجهة المقبلة. ويأتي قرار خيسوس بعد إصابة كل من سالم الدوسري وميتروفيتش في مواجهة الاتحاد الأخيرة. ألقى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي الهلال السعودي الكرة في ملعب الإدارة بشأن موقفه من التسجيل في قائمة الفريق بفترة الانتقالات الشتوية. وحسب صحيفة الرياضية فإن وكالة أعمال نيمار جونيور قد أكدت أن اللاعب جاهز بنسبة 100% للمشاركة مع الهلال. ويؤكد جانب نيمار أن لا معلومات متوفرة لديهم عن ما إذا كان سيتم تسجيل نيمار أم لا. ويسعى الهلال لإبعاد أحد الأجانب في الشتوية من أجل تسجيل نيمار خلال الفترة الحالية. ويعود نيمار من إصابته الأخيرة ليلعب آخر 6 أشهر من عقده مع الهلال قبل نهايته هذا الصيف. يواجه نادي الهلال أزمة مع اللوائح في المسابقة السعودية المحلية بسبب رغبة النادي في تسجيل نيمار جونيور في ظل اكتمال عدد الأجانب في قائمة النادي الحالية. الهلال يسجل نيمار بدلا من متروفيتش. واقترح الإعلامي عساف الخليفي على إدارة الهلال تسجيل نيمار لمدة 5 مباريات فقط. وكتب الخليفي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: الهلال يقدر يسجل نيمار الفترة الحالية مكان المصاب متروفيتش، ويقدر بعدها يسقط نيمار ويرجع متروفيتش قبل ما يقفل سوق الانتقالات الشتوية. الهلال باقي له 5 مباريات في شهر يناير بيغيب عنها المترو. وش رايكم لو صارت ويغيب متروفيتش حتى نهاية شهر يناير الحالي بعد إصابة في العضلة الخلفية، وخرج متروفيتش مبكرا في مواجهة الهلال الأخيرة ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن لكرة القدم؟